هذا نفس معطيات الحرب. احنا دخلنا الحرب من 75 الى 91، المنطقه دخلت الحرب، كل واحد جرب كل امكانياته في الحرب. لو كان طرف كانت عنده الامكانيه في انه يحسم الموضوع عسكريا، ما كانش يجي له وقف اطلاق النار. لجأت المنطقه لوقف اطلاق النار في 91، لانه خلاص تم الوقوف يقينا على انه لا يمكن حسم هذا الموضوع عسكريا. اذا ما دمنا نحن غير قادرين على حسم الموضوع عسكريا، اذا لابد ان نبحث عن حل وسط. المغرب انخرط في هذه الرؤيه، كان منسجم مع الاسباب اللي وقفت اطلاق النار، هو ايجاد حل وسط لهذا النزاع، لانه الحل القسري، الحسم غير ممكن. وبعد سنوات من تجربه الحل السياسي، يظهر له عن الامم المتحده ماشيه في مسار بحال محافظه للوضع القائم. المغرب كسر هذا الحاجز بعرض مبادره الحكم الذاتي. مبادره الحكم الذاتي هي مبادره ممتازه. انا نقول لك شخصيا، انا رايي الشخصي في 2010 لما زرت المغرب انا تبنيت هذه المبادره. لماذا؟